السلام عليكم. ازاي نصنع سيف مصغر من المعدن، تحديدا السيف العربي بتصميمه المشهور التصميم المنحني؟ اول حاجه كنت محتاج قطعه من المعدن، فطلعت دورت كده لقيت على السطح كالون باب قديم، اللي هي العلبه بتاعه المفتاح اللي بتكون من المعدن ومدهونه باللون الاسود. المهم جبتها وقلت اجرب المنشار اليدوي ده بيقطع في المعدن كويس جدا. طبعا القطع في المعدن صعب شويه وبياخد وقت، لكن المنشار ده بيكون كافي، مفيش اي مشكله. في الأول بدأت أقطع قطعة مستطيلة كده عشان أرسم عليها شكل السيف الأساسي. جربت كمان المنشار بتاع الدريمل، الروتاري تول أو الميني كرافت على حسب ما بتسموها. المنشار برضو بتاعها بيقطع بسهولة جدا في المعدن. زي ما شايفين كده حددت الجزء المستطيل ده وقطعته. بعد كده هنرسم عليه التصميم بتاع السيف العربي، واللي بالمناسبة التصميم ده قديما ما كانش بالشكل ده، كان السيف العربي مستقيم، لكن دخل واشتهر بانه السيف العربي بعد فتح بلاد الترك. استخدموه المماليك والترك بكثافة واشتهر على انه السيف العربي حاليا. زي ما شايفين كده رسمت بسن ابرة على المعدن، ويساعدني في ده ان المعدن متلون باللون الاسود، فسن الابرة بيخدش في اللون ويوضح لي شكل الرسمة. هبدأ بقى اقطع على الحدود بتاعة الرسمة دي، مش لازم على الحدود بالظبط يعني عشان احنا لسه هنصنفر، فممكن نقطع على الحواف بتاعتها وبعد كده بنظبط في الصنفرة. يعني كنت بزهق شوية من المنشار اليدوي فاشتغل بالدريمل، والعكس صحيح، يعني شوية كده وشوية كده لحد ما قطعته بقى بالمنظر ده. بعد كده هنستخدم الصنفرة، وطبعا الصنفرة اليدوية هنا هتكون صعبة وهتاخد وقت طويل جدا، فمحتاجين نستخدم الصنفرة بتاعة الروتاري تول. بدأت أصنفر الأجزاء المنحنية دي وأحاول أسويها كده وأظبطها على الخط الأولاني اللي رسمناه. زي ما شايفين بدأ يسويها. طبعًا هنا ممكن نحتاج وإحنا بنشتغل بالمعدن بشكل أساسي، بالذات القطع الصغيرة اللي زي دي، لإنها بتسخن جدًا مع الصنفرة ومع القطع، فيُفضّل إن إحنا نمسكها بمنديل زي ما أنا عامل أو بقماشة أو أي حاجة زي كده. هنكمّل صنفرة، وبعد ما ضبطت الشكل الرئيسي هنحتاج بقى نعمل الجزء بتاع النصل، الجزء اللي بيكون حاد. هاستخدم برضه نفس الصنفرة، بس المرة دي هاصنفر بزاوية 45 درجة من ناحية. هاحاول إن أنا أخلّيها رفيّعة كده، وبعدين هاروح أقابلها من الناحية التانية وأصنفر بنفس الزاوية 45 درجة عشان أدّي له الشكل الحاد بتاع السيوف والسكاكين. طبعًا هنا مش لازم الزاوية تكون 45 درجة، السكاكين والحاجات اللي زي كده بتيجي بزوايا مختلفة، فالمهم يعني إن إحنا نعملها بشكل منحني ونقابلها من الناحية التانية لحد ما تدّينا الشكل الحاد. هاكمّل باقي القطعة بنفس الشكل، وما تنسوش المنديل أو قماشة لإنه فعلًا بيسخن جدًا وممكن يلسعكم بسهولة. زي ما شايفين كده النصل بقى شكله حاد وجميل. وبالنسبة للجزء الملون بالأسود ده طبعًا مش هينفع، إحنا عاوزين شكل السيف يكون معدني بشكل واضح، فهاستخدم الصنفرة العادية، الصنفرة اليدوية، باثبّته كده وبعدين باصنفر شوية، اللون بيطلع معانا بسهولة. ممكن طبعًا نستخدم الصنفرة اليدوية وممكن نستخدم الrotary tool، الاتنين هيعملوا معانا نفس التأثير. زي ما شايفين كده بعد الصنفرة الناحية دي ظبطت. كمان جربت بالروتاري تول وبتديني نفس التأثير زي ما قلت لكم. كملت السيف كله من كل النواحي وبقى عندنا المنظر ده. محتاجين بقى نعمل له الجزء اللي بيحمي الايد. زي ما انتم شايفين انا كنت سايب جزء ورا كده عشان اثبت فيه الايد، فلقيت الجزء ده عريض قوي فرجعت قطعته بالمنشار وصغرته. بعدين هنرجع لنفس المعدن تاني عشان نعمل الجزء اللي بيحمي الايد. رسمت عليه الشكل ده، وزي ما انتم شايفين عامل علامة في النص كده هنبقى نعمل فيها فتحة. بدأت قطعتها من أكتر من جهة، وبعدين سبت ناحية واحدة فيها قبل ما أقطع، محتاجين نعمل فيها فتحة عشان ندخلها في السيف. عملت الفتحة باستخدام الشنيور، وهنا طبعا ما قطعتش القطعة كاملة عشان كان هيبقى صعب جدا أثبتها وأنا بعمل فيها الفتحة دي، فسبت آخر جزء فيها وبعدين هقطعها على المقاس بالمنشار. بجرب كده الفتحة وأشوفها مظبوطة ولا لأ. مظبوطة وزي الفل. كملت قطع وبقى عندي الشكل ده. بعد ما جربتها لقيت شكلها عريض كده والحواف بتاعتها حادة قوي، فما عجبتنيش قوي يعني، فقلت اغير الشكل شويه، هصنفرها كده واروق عليها شويه. استخدمت الروتري وصنفرت الحواف بتاعتها بقت بالمنظر ده. هركبها بقى مكانها. وهنا قررت اسيبها باللون الاسود زي ما هي من فوق ومن تحت، يعني حسيت ان هي عادية شكل جميل. وهنا انا مركبها بشكل خاطئ، المفروض ان هي تتلف بزاوية 90، ما خدتش بالي من الصور لكن رجعت عدلتها في نهاية الفيديو. عشان نصنع بقى الجزء اللي هنمسك بيه الايد يعني بتاعة السيف، استخدمت الخشب بتاع عصيان الايس كريم. هلزق 3 قطع في بعض، محتاجهم يكون فيهم سمك، لزقتهم باستخدام السوبر جلو. وطبعا هنا الافضل ان احنا نستخدم الغير الابيض ونلزقهم، بس بياخد وقت على ما ينشف فكنت عاوز انجز.
لزقت ال3 قطع في بعض وكده بقى عندنا سمك مناسب. هرسم بقى شكل الإيد. طبعا الإيد بيكون فيها جزء دائري كده من ورا شكله مشهور. هبدأ أقطع الجزء ده باستخدام المنشار اليدوي. طبعا عصيان الآيس كريم دي خشب خفيف خالص بيتقطع بسهولة جدا. زي ما اتفقنا كده هنقطع حواليها الأول، مش لازم على المقاس بالظبط، وبعدين الصنفرة بتظبط كل حاجة. وهنا عملت الفتحة اللي هتدخل في الإيد بتاعة السيف، وبرضه عملتها وأنا لسه ما كملتش القطع بتاع الإيد بالكامل عشان أقدر أمسكها كويس وأنا بعمل الفتحة. هكمل بقى التقطيع بتاعها زي ما شايفين كده. بعد كده هنستخدم الصنفرة ونبدأ بقى نظبط الحواف بتاعتها ونخليها انسيابية كده، ونقلل السمك بتاعها على حسب بقى يعني كل شوية كده هنجربها على السيف ونشوف الحجم بتاعها بقى مناسب ولا لأ. كمان ممكن نستخدم الصنفرة اليدوية أو نستخدم المبرد زي ده كده وناخد الحواف اللي مش قادرين نوصل لها. زي ما قلت لكم كل شوية بجربها عشان أشوف الحجم بتاعها مناسب ولا لأ. طبعا هنا لسه محتاجة صنفرة كتير. زي ما شايفين في الصورة دي بدأت أقلل السمك بتاعها جدا، وبرضه هعملها من الناحية التانية بنفس الطريقة وأحاول أخليها انسيابية زي بقى الصور اللي شفناها، شوية بالدريمل وشوية بالمبرد لحد ما بقى شكلها بالمنظر ده. هجربها برضو على السيف دلوقتي واشوف كده الحجم مناسب ولا لا. لقيتها برضو لسه سميكة شوية، فقلت اصنفرها وهي في السيف نفسه من غير بقى ما اخرجها كده. طبعا المسكة بالنسبة لي اسهل كتير وقت الصنفرة. ظبطتها التظبيطة الاخيرة لحد ما لقيت شكلها مناسب. بعد كده هطلعها بقى الونها. اخترت لون بني مصفر كده فاتح، هديلها طبقة او طبقتين لحد ما اللون يكون متجانس. اخر خطوة هركبها مكانها وهعدل المكان اللي بيحمي الايد، لان زي ما قلت لكم انا ركبته بشكل عكسي، فهلفه كده 90 درجة وكده خلصنا السيف. طبعا السيف ده كان جزء من مجسم عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، تقدروا تتفرجوا عليه في الفيديو اللي فات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش كمان تعملوا شير مع اصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الاعمال الفنية. ولو حد حابب يدعم القناة يقدر يعمل ده عن طريق الاشتراك المدفوع في قناة اليوتيوب. واللي حابب يتعلم الاعمال الفنية بشكل تفصيلي يشترك على باتريون، هسيب لكم اللينك في التعليقات. هناك هيكون في كورسات متكاملة مش هتكون متاحة بشكل مجاني على قناة اليوتيوب. وقبل ما اختم ما تنسوش اخوانكم في غزة والسودان من دعاكم وتبرعاتكم. دوروا على الاماكن الموثوقة اللي بتوصل لهم المساعدات، دي اقل حاجة نقدمها. وطبعا ما تنسوهمش من دعاكم. ختاما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.